إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يصلكم بثنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 12 من شهر يناير عام 2024. كما عودناكم دائما وأبدا مستمعي الأعزاء، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم نقدم لكم بعد ذلك حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي نخصصه اليوم لتسليط الضوء على أزمة توقيع مذكرة التفاهم بين أثيوبيا وإقليم أرض الصومال وتداعياتها على أثيوبيا والصومال. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار، أبتدئها بالعناوين. وزير الخارجية المصري يصل إلى أسمرة حاملا رسالة من الرئيس المصري إلى نظيره الإريتري. حركة الشباب الصومالية تحتجز مروحية بعد هبوطها اضطراريا في مناطق سيطرتها في الصومال. ومحكمة العدل الدولية تعقد أولى جلساتها للنظر في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى العاصمة أسمرة يوم أمس الخميس في زيارة رسمية إلى إريتريا. ووفقا لمتحدث الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، جاءت الزيارة في إطار العلاقة الثنائية بين البلدين، وأن شكري حمل رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الإريتري إسياس أفورقي تتعلق بسبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور والتنسيق حول التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. كما عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري مباحثات مع نظيره الإريتري عثمان صالح تتعلق بالتطورات الأخيرة في منطقة القرن الإفريقي. وتأتي زيارة الوزير المصري إلى إريتريا بعد فتور شهدتها علاقة البلدين عقب زيارة الرئيس إسياس أفورقي الأخيرة لسد النهضة في أكتوبر من العام 2020 كأول رئيس أجنبي يزور سد النهضة. وبحسب المراقبين فإن زيارة شكري جاءت في إطار بحث موقف موحد بين البلدين ضد التحركات الأثيوبية الأخيرة الرامية إلى الحصول على منفذ بحري تصل من خلاله إلى البحر الأحمر. وكانت مصر هي الدولة الوحيدة التي بادرت بتأييد الخطوات التي اتخذتها الصومال تجاه أثيوبيا، معلنة دعمها الكامل للصومال، فضلا على أنها قامت بتوجيه دعوة رسمية للرئيس الصومالي لزيارة مصر. وتعد زيارة سامح شكري لأسمرة هي الزيارة الثانية لمسؤول رافع المستوى إلى إريتريا خلال هذا الأسبوع بعد زيارة الرئيس الصومالي لها يوم الاثنين الماضي. قال مسؤول بالجيش الصومالي الأربعاء إن مقاتلين من حركة الشباب المجاهدين احتجزوا مروحية كانت تقل رجلين صوماليين وعدة أجانب بعد هبوطها اضطرارا في منطقة تسيطر عليها الحركة. وقال الرائد حسن علي إن الطائرة واجهت عطلا بعد الإقلاع من مدينة بلدوين وسط البلاد قبل أن تهبط بالقرب من قرية اندهير المتاخمة لإقليم جلجود. وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية فإن المروحية كانت تقل 8 أشخاص بينهم أجانب، فضلا عن مستلزمات طبية، وكان من المفترض أن تنقل جنودا مصابين في إقليم جلجود. وفيما بعد أكدت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال وقوع حادث على طائرة متعاقدة مع المنظمة التي كانت في مهمة إجلاء الطبي، مضيفة أنها بصدد جمع معلومات عن الحادث. وكانت الأمم المتحدة ذكرت الأربعاء أن إحدى مروحياتها نفذت هبوطا اضطراريا في الصومال وسط أنباء عن احتجاز حركة الشباب عددا من ركابها. ووفق مذكرة داخلية أممية،
كانت المروحية تقل 9 أشخاص هم الركاب وأفراد الطاقم عندما قامت بهبوط اضطراري على بعد نحو 70 كيلومتر جنوب شرق دسمريب عاصمة ولاية غلمندق وسط الصومال. وذكرت التقارير أن حركة الشباب احتجزت 6 ركاب رهائن بينما قتل أحد الركاب في ظروف غامضة وفر 2 آخران إلى أماكن مجهولة وفقا لما أوردته المذكرة الأممية. عقدت يوم أمس الخميس في لاهاي أولى جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وستتناول جلسات الاستماع مطالب جنوب إفريقيا بفرض إجراءات طارئة وإلزام إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، في حين ستنظر المحكمة في حيثيات القضية التي قد تستغرق أعواما. وأشارت جنوب إفريقيا في الدعوى المؤلفة من 84 صفحة إلى أن إسرائيل فشلت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات في غزة. وقال الفريق القانوني لجنوب إفريقيا إن إسرائيل تكثف جرائمها ضد الفلسطينيين منذ عام 1948 وأنها تخضع الفلسطينيين لنظام فصل عنصري، مضيفا أن المجتمع الدولي فشل في منع الإبادة الجماعية في غزة وأن أفعال إسرائيل في حرب غزة تشير إلى نية ارتكاب إبادة. كما أشارت الدعوة إلى أن مئات من العائلات في غزة قتلت بالكامل ولم يبقى منها أي فرد على قيد الحياة، وأن إسرائيل تحدد مناطق آمنة للسكان قبل أن تقوم بقصفها. من جهته قال وزير العدل في جنوب إفريقيا أمام المحكمة الدولية إن الفلسطينيين يتعرضون إلى قصف لا يتوقف أينما يذهبون ويقتلون في كل مكان يلجؤون إليه، مؤكدا أن إسرائيل شنت هجوما كبيرا على غزة وانتهكت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. وكانت إسرائيل قد وافقت في وقت سابق على المثول أمام المحكمة من أجل دحض ما وصفتها بالاتهامات السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي وقانوني. وترفض إسرائيل بشدة الاتهام بالإبادة الجماعية وتقول إنها تدافع عن نفسها بعد أن قتل مسلحون من حركة حماس وجماعات أخرى نحو 1200 شخص خلال هجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي. تجدر الإشارة إلى أن أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة لكن المحكمة لا تملك تنفيذها. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي نسلط فيه الضوء على الأزمة الدبلوماسية بين أثيوبيا والصومال وتداعياتها على البلدين من خلال رصدنا للتفاعلات والتحركات الدبلوماسية التي تلت توقيع مذكرة التفاهم، وكان أبرزها زيارة الرئيس حسن شيخ محمود إلى إريتريا وردود الأفعال الدولية من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية. أضف إلى ذلك الاحتجاجات الداخلية في الصومال وفي إقليم أرض الصومال الذي شهد استقالة وزير الدفاع عبد الغني محمود. وفي الجانب الآخر زيارة رئيس هيئة الأركان في أرض الصومال إلى أثيوبيا وعقد مباحثات التعاون المشترك في المجالات العسكرية بين الجانبين، والتي سبقها اتفاق التفاهمات التعاونية بين وزيري التخطيط والتنمية في أثيوبيا وإقليم أرض الصومال. كل ذلك نستعرضه مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات من خلال حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث. فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات. لا يزال موضوع توقيع مذكرة التفاهم بين أثيوبيا وأرض الصومال بشأن السماح بمنفذ بحري لأثيوبيا يشعل الساحة السياسية على مستوى دول المنطقة بعد تفجر الأزمة الدبلوماسية بين أثيوبيا والصومال وتزايد المخاوف من أن تؤدي تداعياتها إلى زعزعة الأمن والاستقرار في دول القرن الإفريقي وتقرع فيها طبول الحرب من جديد. وبالرغم من البيانات الصادرة والموضحة لمواقف دول المنطقة في الاعتراف بوحدة أرض الصومال وسيادتها على أراضيه ودعوة البلدين إلى التهدئة، إلا أن هذه البيانات لم تشر صراحة أو ضمنا إلى موقفها من الاتفاقية أو توجيه اللوم لأثيوبيا في انتهاك السيادة الصومالية جراء توقيع الاتفاقية، باستثناء جمهورية مصر العربية
التي لها ما يبرر موقفها تجاه أثيوبيا نظرا للخلاف المتصاعد بينهما في شأن قضية سد النهضة الأثيوبي. وفي إطار تفاعلات الأزمة السياسية، قام الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بزيارة إلى أسمر يوم الاثنين الماضي استغرقت يومين، أجرى خلالها لقاء مع الرئيس الإريتري إسياس أفورقي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بحسب ما ذكر الإعلام الإريتري. وبالتأكيد فإن الزيارة كانت تهدف محاولة الرئيسين إلى توحيد رؤيتهما ومواقفهما تجاه نظام أديس أبابا، واتخاذ مواقف أكثر تشددا في علاقة التحالف الثلاثي الذي أبرم بين رؤساء الدول الثلاث أثناء فترة الرئيس الصومالي السابق عبدالله فرماجو في العام 2019، والذي بموجبه تدخلت إريتريا في الحرب الأهلية الأثيوبية لمساندة حكومة أبي أحمد ضد جبهة التيغراي. وتعد زيارة الرئيس الصومالي إلى إريتريا هي الأولى له خارجيا بعد تفجر الوضع مع أثيوبيا، ولكن نتائج الزيارة وبحسب ما صرح به الجانبان لم تتجاوز التنسيق والتعاون المشترك في القضايا التي تجمع بين البلدين، بمزيد من التنسيق مع المحيط الإقليمي والتحلي بضبط النفس وعدم الاستجابة للاستفزازات، بالإضافة إلى احترام إريتريا لوحدة الصومال وسيادته على أراضيه. وهذه رسالة واضحة في تجنب التصعيد وعدم الدخول في مواجهة مع أثيوبيا، خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار أن أوضاع البلدين لا تشجع على ذلك. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي نسلط فيه الضوء على تداعيات توقيع مذكرة التفاهم على أثيوبيا والصومال. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف في إرتورن غازت إنياتا زدالو نتسا راديو. فالصومال ما زال يعاني من آثار حربه المستمرة مع حركة الشباب، بالرغم من مساندة قوات حفظ السلام الإفريقية التي من المفترض أن تغادر الصومال مع نهاية العام الحالي 2024، ولكن يبدو ذلك غير وارد عطفا على المعطيات في أرض الواقع، حيث طلبت الصومال في سبتمبر الماضي من مجلس الأمن تأجيل سحب دفعة من هذه القوات التي كان مقررا سحبها في سبتمبر الماضي. وحينها ذكرت الصومال في طلب الإرجاء التحديات التي تواجهها في حربها التي تشنها على حركة الشباب، علاوة على ذلك أن هذه القوات تضم وحدات مشاركة من أثيوبيا، كما أن الأوضاع الاقتصادية الهشة التي يعاني منها الصومال نتيجة الحرب والجفاف الذي ضرب المنطقة في السنوات الماضية أثرت بشكل كبير على مناطق واسعة من الصومال، وتسببت في تفشي المجاعة في قطاع عريض من المجتمع الصومالي. وفي هذا الصدد يقول الباحث في القرن الإفريقي عبد القادر محمد علي في ورقة بحثية له نقلا على عبد الرزاق كرار إن الصومال يعاني من الضعف الداخلي والإنهاك نتيجة الحرب الأهلية المستمرة منذ عقود والنشاط المحموم لحركة الشباب، مما يحد بالتالي من خيارات مقديشو. لكن في الوقت نفسه فإن مواطني أرض الصومال ليسوا متحدين في الالتفاف حول مشروع الاستقلال، حيث شهد صول ثاني إقليم أرض الصومال مساحة أحداث عنف طوال الشهور الماضية، وهي ورقة تستطيع مقديشو استخدامها. انتهى الاقتباس. وبالتالي فليس أمام الصومال إلا السعي للضغط من خلال كسب المزيد من المواقف السياسية المحلية والإقليمية والدولية من خلال توحيد الجبهة الداخلية وتحشيد الشارع الصومالي. وقد رأينا ذلك في المسيرات الهادرة التي تلت إعلان توقيع الاتفاقية، وشارك فيها الصوماليون بمختلف انتماءاتهم السياسية وبتأييد من الحكومة. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي نسلط فيه الضوء على تداعيات توقيع مذكرة التفاهم على أثيوبيا والصومال. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إيرنا. أما إريتريا التي ما زالت تواجه انتقادات حادة بسبب مشاركة قواتها في الحرب الأهلية الأثيوبية، والتي أدت إلى فرض عقوبات على مسؤوليها، بالإضافة إلى الطريقة المهينة
التي عومل بها النظام الإريتري في مفاوضات السلام بين الحكومة الأثيوبية وجبهة التيغراي بحرمانها من المشاركة في المفاوضات، بل وبمطالبة إريتريا بإخراج قواتها إلى خارج الحدود الأثيوبية، بالرغم من الدور الرئيسي الذي لعبه النظام في تلك الحرب للثأر من خصمه التقليدي جبهة التيغراي، والتي يمكن أن تلعب ذات الدور فيما لو فكر النظام الإريتري خوض صراع جديد مستفيدة من الاتفاق مع أديس أبابا. ويسعى الطرفان أي أثيوبيا والصومال إلى استثمار الوقت والتحرك للمضي قدما في تحقيق المكاسب التي تعزز مواقفهما حيال الأزمة الحالية. فالصومال بالإضافة إلى توحيد جبهتها الداخلية ووقوفها صفا واحدا بمختلف ألوان الطيف السياسي فيها، استطاعت أن تحصل على موقف ضمني من إريتريا في الاعتراف بوحدة الصومال وسيادته على أراضيه، وفق ما ذكر الرئيس الصومالي في آخر تصريحاته. كما أن الرئيس الصومالي تلقى دعوة من الرئيس المصري لزيارة مصر. وفي إطار التحركات الداخلية قام الرئيس الصومالي فور عودته من أسمرة بعقد لقاءات في مركز قيادة الجيش الصومالي في مقديشو مع رؤساء القوات البرية والجوية والبحرية، في إشارة ربما يكون المقصود منها توجيه رسالة إلى أرض الصومال التي شهدت هي الأخرى انقساما في الرأي تجاه توقيع المذكرة على مستوى المسؤولين الحكوميين، حيث قام عبد الغني محمود وزير الدفاع في حكومة أرض الصومال بتقديم استقالته من الحكومة احتجاجا على توقيع مذكرة التفاهم، موضحا أن الرئيس لم يقم باستشارة الحكومة وأن الحكومة سمعت بتوقيع المذكرة من خلال الإعلام. ودعا شعب أرض الصومال إلى رفض المذكرة والوقوف دون تمكين أثيوبيا من الحصول على منفذ بحري، وهو ما أدى إلى تنامي ظهور أصوات عدم الرضا في صفوف المواطنين والقيام بمظاهرات شعبية رافضة لمذكرة التفاهم. في المقابل قام رئيس هيئة الأركان في إقليم أرض الصومال نوح إسماعيل بزيارة إلى أديس أبابا الاثنين الماضي لإجراء مباحثات بشأن التعاون في المجالات العسكرية المختلفة مع برهان غولا رئيس هيئة الأركان في الجيش الأثيوبي. ربما تكون هذه الخطوة الأولى في إطار التحالفات في المنطقة، وهذه رسالة موجهة ضمنا إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية في حال فكرت في التصعيد ضد إقليم أرض الصومال، خصوصا وأن الطرفين أي الحكومة الصومالية وإدارة إقليم الصومال كانا قد اتفقا على عقد مباحثات بينهما برعاية جيبوتية قبل إعلان توقيع مذكرة التفاهم مع أثيوبيا. ولا شك أن هذا الإعلان نسف المبادرة وباعد الهوة بين الطرفين. وسبق هذا اللقاء لقاء وزير التخطيط والتنمية لأرض الصومال أحمد محمد درير مع وزيرة التخطيط والتنمية الأثيوبية فتصوم أسفة، وتمخض عن اللقاء اتفاق الطرفين على التعاون والعمل المشترك في مجالات التنمية المختلفة. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي نسلط فيه الضوء على تداعيات توقيع مذكرة التفاهم على أثيوبيا والصومال. فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أما أثيوبيا فترى أن مذكرة التفاهم الموقعة بينها وبين أرض الصومال تلعب دورا محوريا في تحقيق الاستقرار في القرن الإفريقي، وتلبي تطلعات أثيوبيا للعثور على ميناء بحري، وتمكن أرض الصومال من الحصول على أسهم في الخطوط الجوية الأثيوبية. وترى أثيوبيا أن الاتفاقية تدعم السياسة الإقليمية المرتكزة على السعي لتحقيق التنمية المشتركة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر على كل مواطن، وفق ما صرح به وزير الزراعة الأثيوبي جرما أمنتي. كما أنها ستمكن أثيوبيا من الاستفادة بشكل صحيح من أسواق البريكس الناشئة التي أصبحت أثيوبيا عضوا فيها مطلع العام الحالي، بجانب كل من السعودية والإمارات ومصر وإيران، وفق تصريحات وزير التجارة والتكامل الدولي الأثيوبي قبر مسقل تشالا. وتستميت أثيوبيا في دفاعها عن حقيتها في توقيع المذكرة، متحججة بأنها ليست الجهة الوحيدة التي وقعت اتفاقا مع أرض الصومال لتحقيق مصالحها، فقد سبقتها إلى ذلك دول عدة من بينها بريطانيا والإمارات العربية المتحدة وغيرها. ومن البديهي أن يكون لأثيوبيا وأرض الصومال اتفاق كجارتين تربطهما مصالح مشتركة. وهنا يجب أن نشير مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إلى أن إريتريا وأثيوبيا عندما وقعا اتفاقية السلام في العام 2018 تضمنت الاتفاقية زيادة التعاون في مجالات التنمية بين البلدين،
وبالتالي فبتوقيع أثيوبيا لهذه المذكرة ينهار اتفاق التنمية بين إريتريا وأثيوبيا فعليا دون الحاجة إلى الإعلان عن انهياره. أيضا حظي التوقيع على مذكرة التفاهم بقبول واسع لدى الأثيوبيين، ومع ذلك فإن بعض الجهات المناوئة لأديس أبابا رفضت الاتفاقية. فقد أعربت جبهة تحرير أورومو المعارضة في أثيوبيا جناح OLF عن قلقها الشديد إزاء التوتر بين أثيوبيا والصومال بعد أن وقعت حكومة أثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصال مذكرة تفاهم بشأن منفذ بحري تجده أثيوبيا. كما قوبلت الاتفاقية بمعارضة واسعة النطاق في مناطق القومية الصومالية لأنها تبرر رغبة أثيوبيا الطويلة الأمد في الوصول إلى منفذ بحري إثر انفصال إريتريا عنها عام 1993. ونظمت مظاهرات في عدة مدن صومالية وفق ما ذكر موقع قراءات صومالية. ومن الطبيعي أن تعارض هذه الجهات الاتفاق، حيث تحتضن الصومال عددا كبيرا من اللاجئين الأورومو من ناحية، ومن ناحية أخرى أن هذا الرفض يأتي في إطار السعي للكسب السياسي لجبهة تحرير الأورومو. أما الرفض وتنظيم المظاهرات المصاحب لأزمة مذكرة التفاهم في إقليم الصومال الأثيوبي أو الأوغادين، فإن من شأن ذلك أن يؤدي إلى تأجيج الاضطراب وتنامي الصراع القديم المتجدد ويرفع سقف المطالب، لأن الإقليم لا يقر أصلا بالولاء لأثيوبيا، فهو وإن ارتبط بأثيوبيا جغرافية فهو متصل عرقا ولغة ووجدانا بالصومال الأم، ويشكل قنبلة موقوتة قابلة للانشطار في لحظة ما. هذه إذاعة إرنا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة الأسبوع من برنامج تعليق على حدث. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. وزير الخارجية المصري يصل إلى أسمرة حاملا رسالة من الرئيس المصري إلى نظيره الإريتري. حركة الشباب الصومالية تحتجز مروحية بعد هبوطها اضطراريا في مناطق سيطرتها في الصومال. ومحكمة العدل الدولية تعقد أولى جلساتها للنظر في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إيرنا الدولية في باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله.